مين بقى لسه ما جربش يعمل لسان العصفور بالطريقه دي؟ الاكله دي يا جماعه خطيره. هنجهز نص كوبايه من ميه البصل، ربع كوبايه من الخل، عصير ليمونتين كبار، هنبهر بملح وفلفل اسود وتوم بودره ومعلقه من بهارات الفراخ. هنجيب الفرخه بتاعتنا اي وزن مغسوله كويس جدا، ونكون مفتحين الصدور بالسكينه. هنتبلها كويس ونسيبها في التتبيله دي بالظبط كده حوالي ساعه. هنجيب طاسه فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي ومعلقتين 3 من الزيت، وهننزل بكيلو من لسان العصفور. دول بالظبط كانوا 800 جرام لان الكيس 400 جرام. هنحمر لسان العصفور لحد لما ياخد اللون الحلو ده. بعد كده هنجيب حله ومصفى ونصفي لسان العصفور خالص من الماده الدهنيه. الماده الدهنيه دي هنكمل بيها باقي الطبخه بتاعتنا. النار عاليه جدا. هنجيب الفراخ اللي احنا تبلناها بالظبط ساعه ونحطها في الحله وعلى اعلى درجه حراره لحد لما تتحمر معانا كده وتاخد لون حلو من الناحيتين. في نفس الحله هننزل ببصلايه. اول لما تدبل هنكون مجهزين عندنا طماطم وفلفل الوان وجزريه مبشوره. هنغطي بقى ونسيبهم مع بعض على النار 5 دقايق، وبعدين نضيف عليهم معلقه كبيره من الصلصه. هنبهر بقى بملح وفلفل اسود وكاري وتوم بودره ومعلقه من القرفه وليمون مجفف. هنقلب الكلام ده كله مع بعض وهننزل عليهم بميه مغليه. اول لما الميه تبدا تغلي هننزل الفراخ. هنغطي بقى الحله بتاعتنا ونسيب الفراخ لحد لما تستوي تماما. اول لما تستوي هنطلعها على طبق ونسيبها تصفي كل الميه اللي فيها. وفي الشوربه دي هننزل لسان العصفور وهنتعامل معاه معامله الرز بالظبط. اول لما يتشرب هنديله تقليبه ونغطي الحله بتاعتنا ونسيبه لحد لما يتردد. وكده خلاص عملنا احلى واجمل كبسه بلسان العصفور. جربوها يا جماعه، بعملها في كل عزومه وفعلا طعمها يجنن. جربوها ومتاكده هتعجبكم جدا.